وحشتوني من آخر مرة كنا بنحكي فيها حكاية. وأنا جاية النهاردة قعدت أفكر، هو مين صحيح اللي بنى القاهرة؟ حد فكر يسأل نفسه السؤال ده؟ سؤال سألته لنفسي، يا ترى مين اللي بنى القاهرة؟ والقاهرة هي عاصمة مصر زي ما احنا كلنا عارفين، بس مش عيب اننا نبقى عايشين فيها وما نعرفش مين اللي بناها. طب يلا فكروا كده ويلا نشوف هو مين اللي بنى القاهرة. أول ما اتبنت القاهرة اتبنت على شكل مربع، الضلع بتاعه كان 1200 متر. ياه، هو ده كتير؟ لو هتسألني ال 1200 متر دول يطلعوا كتير ولا قليل، هقولك إن طول برج خليفة حوالي 828 متر، وهنا هقولك إن الضلع الواحد اللي في حصن القاهرة كان أكبر من برج خليفة بحوالي 400 متر زيادة. وتعالى بقى أنا وإنت نتخيل مساحة المربع اللي ضلعه 1200 متر ده كان عامل إزاي وشكله إيه. المهم إن القاهرة كان حواليها سور كمان عرضه 2.5 متر. 2.5 متر يعني حوالي كده قد نص اوضتك، ودي كانت مساحة كبيرة. عرفنا كده قد ايه كانت القاهرة كبيرة وحواليها سور ضخم وعظيم زي القلاع والحصون اللي بنشوفها في الافلام. طب ازاي الناس كانت بتدخل القاهرة؟ وهنا هقولك ان القاهرة كان ليها 8 ابواب، باب زويلة وباب البرقية وباب القراطين وباب الفتوح وباب النصر وباب الأنطرة وباب سعادة. وبيقولك إن الجنود المصريين كانوا بيخرجوا دايما من باب الفتوح ويرجعوا هم منصورين وكسبانين الحرب فيدخلوا من باب النصر. كل ده كلام جميل، بس هو مين اللي بنى القاهرة؟ الحكاية وما فيها إن قائد عظيم قام بفتح الإسكندرية سنة 969 وأعلن سيادة الخلافة الفاطمية. طب يعني إيه؟ يعني مصر بقت تابعة لحكم الخلافة الفاطمية. طب هو مين القائد ده؟ اسمه جوهر الصقلي. اختار جوهر الصقلي عاصمة جديدة لمصر وهي القاهرة، وبنى فيها قصر للخليفة. مش بس كده، لا، هو أسس القاهرة عشان تكون حصن عظيم وحاجة كده جميلة تشرف الخليفة. زي ما قلنا في الأول كانت مساحة كبيرة والسور والأبواب، وبعد كده جت وانتقلت الخلافة الفاطمية من تونس لحد مصر. وأول ما دخل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي سنة 972، يعني بعد 4 سنين من الفتح الفاطمي لمصر، والأربع سنين دول عشان أفكرك بنى فيهم جوهر الصقلي اللي هو قائد ووزير المعز لدين الله الفاطمي القاهرة، القصر والحصن. كان اسمها في الأول القاهرة. وليه سموها القاهرة؟ أقول لك يا سيدي، أول ما سموها المنصورية، لكن لما دخلها الخليفة المعز لدين الله الفاطمي سماها القاهرة. طب يعني إيه القاهرة؟ أقول لك، واحد من أسامي كتير لمدينة القاهرة هو اسم مدينة الألف مئذنة وقاهرة المعز ومصر المحروسة. بس يعني إيه هي القاهرة؟ يرجع سبب تسميتها لكوكب المريخ. الله يا سيدي، ما تقولي كلام يتعقل، كوكب المريخ اسمه كوكب المريخ والقاهرة اسمها القاهرة. بقى يا سيدي أقولك إن كوكب المريخ زمان كان اسمه الكوكب القاهر، وعشان كده سموها القاهرة، قاهرة المعز، وعشان تخوف الأعداء. المهم إن بقى اسمها القاهرة. ولحد هنا وخلصت حدوتتنا عن القاهرة مدينتي الجميلة. استنوني مرة تانية وهنحكي حكاية تانية عن بلدنا الحلوة مصر، ونقول معلومة صغيرة. المهم من هنا لحد المرة الجاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تجيلكوا كل الحكايات الحلوة. واستنوني في مرة تانية مع حواديت ماما شادن. سلام.